خبزة الديول ولا خبزة الملسوقة، كيما راكي تشاهدي بهذا الشكل اللي راح يعطيك نتيجة بزاف شابة. وما ننساوش الشوربة اللي راح نشارك معكم التفاصيل تاعها باش تحصلي على هذه النتيجة. شوفي الله الله الشوربة تاعي تاع الفريك كيفاش كيف يقولوا خطرة، والله يبارك معسلة كيما راكي تشاهدي. قبل ذلك راح نصلوا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نهاركم زين، نهاركم مبروك، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راح نبداو في تفاصيل الوصفة الخبزة البورك ولا خبزة الديول عفوا، مع شوربة فريك عاصمية على أصولها. هنا في لاكوكوط تاعي كيما راكي تشاهدي راح نحط مغرفة السمن ولا مغرفة الزبدة، ما راحش نكتر الزيت لاني درت الزبده ولا السمن كيما تحبي. وكنت شاركت معكم من قبل الشحمه تاع الخروف تاعي تاع العيد كيفاش ندوبها ونحتفظ بها في لي بواط في لي بوكو. راني هنا كيما شتي قطع اللحم ماشي اختياريه، واحد واش يحب، كاين يحب غنمي، كاين يحب بقري. انا نستعمل هذو القطع يعطوا بنه بزاف بنينه للشربة ديالي. دونك راح نخليهم يتقلاو هما الاولين كيما شتيهم، خليتهم تقلاو مليح على نار هاديه. من بعد زدت عليهم حبه بصل كبيره وخليتهم يذبلوا بيان سور مع 4 سنات تاع توم. الطوماطيش تاعي كيما كيتش هذه طوماطيش شابه حمراء وهذيك المعمره بالجو. دونك راح نحي لها القشره تاعها ونعصرها، نحي لها هذوك العظام الدخانين صفوره، نعصرها ونرحيها. لي زيبيس كيما كاع الجزائريين نورمالمون راح تستعملي الفلفل الكحل، راس الحانوت والكزبر، وبيان سور لحميصه هنا تاعي ما كانت طيبه دونك درتها من الاول. وعندي الحشيش مقطفه، بلا ما نساو ملعقه الكبيره تاع طوماط كونسونطري وزوج ملاعق تاع عكري حلو ماشي حار. انا شوربه تاعي باش تجيك شويه هكذا، حبه صغيره تاع زرديه، حبه صغيره تاع بطاطا، وحبه صغيره تاع كورجيت. بكري حنايا عندنا في وقتنا كنا هادو ما نقطعوهم مربعات صغيره، ولكن مع الوقت حنا كنا الاولاد الصغار ما نحبوش نشوفوا هذيك الخضره والشوربه، ولات الام تاعنا ترحيها في المولينكس تاعنا تاع بكري. راكم تشوفوا هذيك الغرفيه اللي كانت محطوطه على جهه، هذيك فيها هذيك الزريعه تاع الطوماطيش اللي نحيتها من الطوماطيش تاعي، هذيك راح نخليها على جهه، ما راحش نرميها دوك تشوفوا واش نديرو بها. وهنا بعد ما تقلات لي مليح راح نمرق بالماء السخون. انا للاسف البولواغ تاعي فزدت لي، صارت لي اون ماس الكتريك فزدت لي، ماشي بروبليم في البولواغ ماشي مليحه، ولكن اون ماس في الحق في الخيوط فوالا. انا بعد ما مرقت كي شفتي الفريك تاعي غسلتها بليزيور فوا وصفيتها، راح نفرغها في لاكوكوط ونغلق عليها. وانا حوالي واحد ربع ساعه راح نحي الخضره هذيك والطوماطيش اللي الجو تاع الطوماط اللي نحيته من قبيله اللي فيه الزريعه هذاك ما نرميهاش، نصفيه في صفايه ونديرو عليها. زيدي عليه سنه تاع توم، ملعقه تاع راس الحانوت، شويه تاع كزبر، ورحيهم وزيديهم على الشوربه تاعك. انا وشنو وقتاش تزيديهم لازم تعرفي، اذا شفتيها الشوربه تاعك الفريك تاعك طابت والحميصه تاعك طابت واللحم تاعك طاب، هنا زيدي الخضره اللي رحيتيها وخليها قسمه تعقد شويه. والسر تانيك تاع الشوربه ديالنا الرشه تاع النعناع اللي يابس تشليه وترميه عليها، وهذه هي النتيجه تاع الشوربه تاعي. ندوزو لخبزه الديول. بيان سور على بالنا كيفاش نغلو البطاطا. هنا غليت حبيبه تاع البطاطا بالملح، ومن بعد كي طابو زدت عليهم شويه تاع الزبده، تحبي تزيدي عليهم فرماج مثلثات، وانا فضلت نرحيهم بهذه الطريقه. البطاطا خليها طيب مليح باش كي تجي ترحيها تجيك كي الزبده فوالا، تجيك جوغ اون موس. هنا جاتني هايله خفيفه كي رحيتها بالباطور هكذاك خفيفه. انت رحي واش حبيتي بلوتي اللي عندك، المهم ما تقعديش تحسي مرسوات تاع البطاطا. هنايا راني زدت لها اون بون كونتيتي تاع المعدنوس ونقعد نحرك فيها هكذا حتى يتجانس المعدنوس مع البطاطا. هنا البطاطا تاعي شويه راهي سخونه لانه غير ما طابت رحيتها.
هنايا جيبي السنيوة تاعك اللي راح ديري فيها الخبزة، وهنايا باش نسهل على روحي الخدمة وخفتها تلصق لي وما تتنحاليش فاسيلمون، درت فيها الورقة تاع بابي كويسون وراني ندهن فيه هنايا بالزبدة، وراح نقطّع الورق تاعي تاع ديول على أنصاص باش نعطي الشكل اللي شفتيه في البداية للورقة تاعي تاع ديول، راح نديرهم بهذا الشكل المتجانس، وكل ورقة نلصقها مع خوتها بالزبدة حتى نكمل كامل، وكيما راكي تشاهدي في المقادير الأخرى، هنايا طيبت الصدر تاع دجاج بالملح فوالا وفتّته بهذا الشكل، ووجدت فرomage râpé كيف فرomage râpé ديري واش عندك. هنا نعاود نولي لك للشكل كيما شتي كي درت هذاك الشكل كامل، راني حطيت ورقة تاع ديول واحدة أخرى bien sûr لأنه البطاطا راح تشمخ لي الورقة الأولى دونك باش الورقة الدوزيام تقعد لها الطبقة المقرمشة. هنا ما تقدريش تستعملي حوايج هكايا كيفاش يقولوا ليكيد لأنه الديول تاعك ماشي راح تقلي راح ديري في الفرن يتشمخوا لك، باش تقعدي محافظة على القرمشة تاع الديول استعملي هذه المكونات وراح تتحصلي على نتيجة بزاف بنينة. لا فارس تاع خبزة الديول بزاف جات بنينة وخفيفة، كيما راكي تشوفي هنايا الصورة راهي تعبّر على روحها، هنا حطيت البطاطا، حطيت الطبقة تاع الفرماج، وهنا حطيت الدجاج وبيان سور حطي واش حبيتي، اللي يحب الدجاج، اللي يحب الثون، اللي يحب مرقاز، اللي يحب viande hachée وبكري كنا نديرو فيها خبزة الديول كنا نديرو فيها لي زابا نقليوهم ونقطعوهم ونديروهم لداخل تانيك، ودوكا راني درت زيتون كيما راكي تشاهدي مع المعدنوس، وهذه الطبقة تاع البصل الاختيارية، اللي يحب شكشوكة يديرها، اللي ما يحبش شكشوكة ما يديرهاش، أنا نحب شكشوكة ونحب البصل كي يكون كاراميليزي، دونك درت حبة تاع بصل هكذاك كبيرة وقليتها مع الزيت حتى دبلت كامل ونشف منها الماء. راح نزيد كيف طبقة تاع الفرماج ليسونسيال كيما قلت لكم بصدق وأمانة راني نقول لكم بلي جات بزاف بنينة هذه الخبزة تاع الديول، وكيما راكي تشاهدي قطعت الله يبارك تقطع حتى 8 مرصوات مع شريب الله في رمضان واش نقول لك. المهم راح نغطيه هنايا بالورق تاع الديول كيما راكي تشاهدي ندير السمن لأنه إلا ما درتيش بلوتو الزبدة لازم تدهني كل ورقة باش تلصق مع خوتها، لأنه كي ديريها في الفرن ومن بعد وإلا ماشي مدهونة مليح راح تعاود تطلع ولا ماشي مدهونة مليح وماشي مغلوقة مليح، الورقة تاع الديول راح تتفتح وتطلع من السخانة. راح نعاود نغلقها بهذا الشكل، وهنا كي تكملي تغلقيها الفور ديالك راهو شاعل بيان سور، هنايا مادابيك كي تكملي تغلقيها كامل تدهنيها بالزبدة، كي تعاود تحطيها في الفور اغلقي عليها بكاش سنيوة واحدة أخرى اللي تجي فوقها تماما باش تضمني أنه الورقة تاعك ما تتفتحش، أنا هنا ما تفتحتليش ولكن للاحتياط فقط. وتقعدي تعسيها باش ما تحرقلكش تبقى التحتانية إلى أنه إلا تحرقت لك الخبزة تاعك راحت. واش تاني كنقول لك إلا حبيتي تدوبلي الديول من التحت دوبلي، أنا عجبتني هكذايا وأنتي إلا حبيتي تدوبليها زيدي ورقة واحدة أخرى. هذه هي كي غلقتها كامل ودهنتها ودرتها في الفور ودوك تشوفي النتيجة كيفاش كانت. أنا هنا كي طابت لي قلبتها على الجهة التحتانية ما عجبتنيش الجهة الفوقانية، قلبتها على الجهة التحتانية وهذه هي النتيجة كيفاش جات مقرمشة الله يبارك. والشوربة ما نحكيلكمش عليها دوك تشوفوا النتيجة بعينيكم. قبل ما ننسى إذا وصلتوا معايا لهذا الشطر من الفيديو عجبتكم الوصفة أمال فين تشاهدوا قناتي وتشاهدوا فيديوهاتي ووصفاتي وعجبوكم وجربتوهم ما تنساوش التعليق والجيم واللي يدخل القناة لأول مرة ما ينساش الاشتراك مع جيم وتعليق ويضرب طلع الفيديوهات أخرى كاين الخير الله يبارك في القناة. هذه هي الخبزة تاعي الداخل شوفوا الله يبارك ما شاء الله كما يقولوا حوحو يشكر روحو نتيجة بزاف هايلة. أنا هذه الوصفة شاركتها معكم طيبتها وأنا صايمة أيام من رجب ربي إن شاء الله يتقبلهم منا حبيت نشاركها معكم الشوربة تاعي وخبزة الديول شوفوا الشوربة تاعي عن قرب كيفاش النتيجة والله جربوها وما راحش تندموا. هذه هي دمتم في رعاية الله وحفظه إلى وصفة أخرى إن شاء الله مع السلامة.